انا خويا رانا الواد ملويه قريب ان شاء الله باذن الله. واد واش؟ انا في وين قريب الواد ملويه ان شاء الله قريب. شكون نتوما؟ حنا شكون الجيش الجزائري ان شاء الله. الجيش الجزائرية. واه المعلم احنا راني اليوم دايرين الشفا في اسبانيا رغم انه قلنا ما نشاركوش في الطاوله المستديره، وانت تقول لي الجيش الجزائري يدخل واد ملويه. المعلومه شوقي مين جبتها؟ تاع واش المعلومه اللي منين جبت؟ انت قلت لي اسبانيا ولا مالها اسبانيا؟ واش صاري في اسبانيا اليوم؟ ما على باليش خويا، انت تعرف انت راك سياسي. ما انت على بالك باللي الجيش الجزائري راه داخل واد ملويه وما على بالكش واش صاري في اسبانيا. لا قريب شوف احنا على بالك باللي كما قال لك الهواري بومدين حنا ندافعوا على التراب الوطني فقط، وحنا نرسموا الحدود تاعنا وشنقريحه بارك الله فيه طلق الساتيليت. نرسموا الحدود تاع الساتيليت طلقه اصبر نرسموا الحدود. ماشي نرسموا الحدود تاعنا راهي عندنا مرسوم. حنا عندنا الحدود حنا باش العياشي غادي كيشوف الحيط غادي كينبنى. العياشي هو اللي يقول عاش الملك، هو المغربي معناتها. المغربي ايه مليحه ماهيش نورمال. حنا ان شاء الله هذا البروجي تاع بناء السور راه جاي ان شاء الله. اصبر انت قلت منا السور منا راح ندخلوا الواد ملوي، واش راك تخرط انت؟ انا بغيت نقول بلي الواد ملوي قريبه ان شاء الله قريبه. تما راح نتجاوزوا الحدود المسطره صح؟ لا حنا ما نفوتوش كاع الحدود المسطره. حنا الشعب الجزائري والدوله تاعنا والجيش الجزائري حنا جامي ما نحقروا وجامي ما نتعدوا على اي بلاد. ما فهمتش واش تقصد. واش راح يتغير الجيش الجزائري راه موجود على الحدود، واش راك تحكي تسمى؟ الحدود هذه الحدود تاعنا نحموها. دونك ماهيش محميه دركا رانا نلعبوا في لا ماشي محميه، هي محميه. شوف حميها ربي سبحانه وتعالى. واول حاجه باسكو الجزائر محروسه صح؟ محروسه هما تاع عليها الشهداء. الشوقي ما تامنش انت بالشهداء بلي عندنا الشهداء حارسينها الشهداء، ماشي حارسينها الشهداء ماتين عليها الشهداء قلت لك لي مارتير وكي ماتوا عليها ولات محروسه بدم الشهداء صح؟ محروسه صح. هذه مسقيه عندنا الارض ساقينها بدم الشهداء. شوف قسما بالله كنت تروح دير تدي قطعه ارض من الجزائر ودير دون لابوغاتوار قسما بالله يشوفوا باللي الجزائر الحمد لله والله تضحك. شوف خويا والله العظيم الا بلادنا حميها ربي وحميها الجيش الوطني. كملني في لافير تاع لابوغاتوار. لابوغاتوار عندها باللي كل شوفوا يدو قطعه ارض من الجزائر دون لابوغاتوار والله يشوفوها باللي مع دم الشهداء فيها دم. هذيك البلاد الدم تلقاه يغلي كتاع الشهداء يغلي. اذا جماعه اذا مختصين في البيولوجيا هنا موجودين معنا خونا يجيب لنا برك ان ايشونتيون تاع الاراضي الجزائريه وديروا لنا ان شاء الله التجربه. لا شوقي بصراحه العياشه ما عندهمش شهداء، ما عندهمش دي مارتير، ما يعرفوش شنو الشهداء. كلمه شهداء ما عندهمش. دونك انت بالنسبه لك ما عندهمش في الثوره الجزائريه مثلا؟ ما كانش إني والله. Il y a personne qui a aidé l'Algérie, c'est le peuple. C'est le peuple algérien qui s'est défendu. ونسقسيك برك انا شويه ما نعرفش تاريخ بالك تعرفني انت. هو ريبو مدينو جيش الحدود وين كان قاعد؟ كيف هو كان قاعد؟ كان في وجده ولكن هذيك حاجه اخرى. ولكن حسن ثاني خاننا. دقيقه قلت واحد ما عاوننا بتاتا. كيفاش تقول لي دوك جيش الحدود كان قاعد في وجده؟ واش كان يدير؟ حنا نهضروا على حرب لان كوجا عاونا. لا خويا خلينا شوف دركا بيني وبينك. انت قلت لي حرفيا رانا مسجل لايف تحب نديروا الفار نديروا. قلت لي حرفيا واحد ما ساعدنا. من بعد قلت جيش مشيت على رجع الفار خصك الرجع ما درنا والو معاه. عندك انت حقيقه حاله مرضيه بالمروك وهنيئوك على هذا. والله وين نضحك معك يزيد فضلك. دونك قلت لي واحد ما ساعدنا. من بعد قلت لي جيش الحدود كان في المغرب في وجده. كيفاش هذه القضيه؟ التاريخ هذاك. شوف حنا شوف بومديان التاريخ هذه هي الاجابه تاعك. فهمتني؟ شوف خويا شوقي بزاره. شوف انا حاجه بغي نقولها لك. شوف انا باش نعرف حاجه شعب كي تقول لي انت عاونك في الثوره الجزائريه. انا بغي نعرف هذا الشعب على ما حرر سبته ونيليا. انا شعب اللي يقاوم اللي تقولي انا باسكو بدا يدعم من اول الامور حتى قبل ما يديو الصحراء تاعهم كانوا يدعموا جيرانهم على اساس من باب الاخوه وكذا. ومن بعد احنا جازيناهم خير جزاء. فكيفاش شوقي بزار انت تخلي ارضك؟ شو عندك 17 جزيره محتله. عندك 17 كاين جزيره ليلى. عندك جزيره عندك بزاف جزر وراك تحسب بزاف. عندك بزاف. تعرف جزيره باديس شوقي دونك انت عندك حاله مرضيه بالمروك. لا ماشي حاله مرضيه. انا دقيقه برك نحددوا واحد الحاجه. راك هادو الامور راك تبان مركز. ممكن تقول لي احمد عطاف وين راهو اليوم؟
والله ما على بالي خويا، ما تبعتش اليوم. انت قول لي هو الراديو. انا ما نحوش. شوف انا عرف بلي الدبلوماسيه الجزائريه راهي تخدم خدمتها وبارك الله فيها. كاين فيضانات في المغرب في واحد البلاصه سمع. قصر كبير وقصر صغير، ربي يرحمهم. حنا نقول ربي يرحمهم هذوك، حنا خويا ما نسيوش في الموتى. صديقي انت كنتسقسي ما تندافعش صديقي، باسكو شغل راك تمشي في الطرح تاعي. دونك ما على بالكش وزير الخارجيه الجزائري وين راه، بصح في المغرب على بالك بالضبط الفيضانات وين راهم، في القصر الكبير بالتحديد وكلش، وراح تبدا فشوقي بن زهره كارثه. عاود باللي شو ان بي كيقول لك باللي حنا عندنا بنيه تحتيه وحنا عندنا هادو نظموا كاس العالم وكاس افريقيا وحنا بنينا لي ستاد. كاين ولايه، لحظه هذه انا فهمتك، وكاين ولايه جزائريه ما عندهمش الماء. وشو هو الولايه هذه؟ حنا عندنا ولايات ما كاش الماء، عندنا حنا عندنا نقاط. كاين وحده عندها ازمه شهر ما عندهمش الماء. عطيني ولايه لا كاينه ولايه عندهم شهر ما كانش الماء. شهر ما كانش الماء؟ ما على باليش انت تعطيني انا والله ما على بالكش. كاين مغربي كتب الشلف. المغاربه مساكين هما شوف هما مساكين. نحسن نعاونهم بصح. انا دوكا حاب نفهم، تسمى انت ما عارف والو على الجزائر وعارف كل شيء على المغرب. على بلادي شوف، نعرف بلادي عندنا نواقص، عندنا مشاكل. ما راش جنة، ما راش سويسرا. بصح العياشي هو سويسري، يقول لك انا عايش في سويسرا، يقول لك انا بلادي كيما زوريخ. لا بصح انت النقائص تاعك ما عارفهمش. ما عارفش باللي كاينه ازمه تاع ما منذ شهر في ولايه الشلف، وعارف بانه كاين فيضانات في القصر الكبير. السلطات المحليه ان شاء الله تاخذ الامر وتخدم خدمتها. هذا ما كان. واللي ما يخدمش خدمتها الدوله راهي تراقب. الحمد لله حنا دولتنا راهي تراقب. اللي ماش خدمتها خويا خلي البوست تاعها ويجيب واحد كومبيتون. مي حنا نهضروا على العياشه اللي هو كاع العام يهضر على الجزائر. خويا وكتاش المغرب وكتاش دخلت فرنسا للمغرب وفرضت الحمايه؟ 1921. لا هذه غلط فيها، عكستهم برك. هي 1912. انت بالك واحد وزوج هذوك عكستهم. هذيك من الخطابي. مي سي با غاف. وكتاش الثوره تاع المقراني والشيخ حداد في الجزائر؟ هذه خويا والله ما على بالي. الله اعلم، هذه ما على باليش. نعرف بلي تغربني، نعرف بلي خاطر بغيت تغربني، نعرف بلي شو بغيت لا ما نغلب. هي شوف تسمى دخول فرنسا للمغرب جبتها بالتقريب باسكو عكست فقط الرقمين. وثوره المقراني والشيخ حداد طا اوكين ايدي، ما عندكش فكره. خلاص زي بلي ما عنديش. دروك راك تكذب قدام الناس، تبين بلي انا ما نعرفش بلادي ونعرف بلاد الناس زعما هكا. مي راك صراحه شوف في المغرب راك ما لاباس شويه تخرج صراحه. مي لاباس تعرف شويه على بالك بالقصر الكبير بالفيضانات كيما هما يعرفوا علينا بزاف. لا بصح هما ماشي للدرجه هذه. هما كينسقسيو ساعات على بالك طلع هذيك خطره واحد قلت له حب يحكي معايا على سيفي غريب. قلت له شكون هو السابق اللي كان؟ قلت له وش هو المنصب تاعو؟ ما على بالوش. قلت له شكون هو السابق تاعو؟ قال لي عبد المجيد تبون اللي كان قبل سيفي غريب. دونك هما دائما كي نطلع نسقسيهم على الجزائر يطلعوا مسخره. دايوغ عليا ما نخليهمش يتدخلوا على الجزائر. بصح انت راك تسمى على المغرب عندك اهتمام مرضي. كيما هما عندهم اهتمام علينا، كيما هما ما يعرفوش صديقي كيف انت. محمد السادس والله الملك. اين هو الملك محمد السادس؟ وين هو الملك؟ هاو كيسقسوا عليه واحد الوقت تبون. اين هو تبون؟ 3 شهور. واش دير بالملك انت؟ كيما هما كيسقسوا على تبون في اللايفات. اين هو تبون؟ لا بصح انت كجزائري واش دير بالملك؟ باش نعرفوا شكون يسير المغرب، هل ازولاي ولا واذا كان ازولاي انت واش قلقك؟ لا كان ازولاي معناتها باللي كارثيه، معناتها ماشي ملكيه. لا بصح انت واش دخل ما دخلوك؟ لا ما يقلقنيش، بلادهم ويديروا كيما يبغوا. بلادهم ويديروا. دونك انت ما على بالكش وزير الخارجيه تاعك وين راه؟ تسمى احمد عطاف ما على بالكش وين راه؟ انا ماشي دبلوماسي شوقي خويا، انا ما رانيش في الوزاره ولا راه انا شعباوي كيما انت. بصح الملك حاب تعرفوا وين راه؟ كيما هما كيسقسوا على تبون. اين هو؟ انا نسقسيك كجزائريين، انا نسقسيك وين راح احمد عطاف؟ اين هو احمد عطاف؟ عطاف راه يخدم خدمته، راه يدور كيما بوريطه. والملك والملك راه يخدم خدمته. وش علاش تحوس عليه؟ وين راه يخدم؟ وعطاف وين راه يخدم خدمته عطاف؟ الله معنا والله. شوف شوقي خويا، انا اش نقول لك ربي يهديك خويا. شكرا لك انك بينت لنا متلازمه المروك في ابها حله. شكرا لك، بارك الله فيك، يعطيك الصحه خويا. شكرا. نحب انا الناس المتصالحين مع انفسهم. يعرف امور على المغرب، يعرف وقتاش دخلت فرنسا للمغرب، لكن ما يعرفش المقاومه تاع المقراني والشيخ حداد وقتاش حتى بالتقريب. لا 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 لا. في قلبي وطن ومدير التصويره تاع عبد الحميد بن باديس. عبد الحميد بن باديس هو عاشق فرنسا. كاين عاشق التوقي بن زهره وكاين عاشق فرنسا عبد الحميد بن باديس. اذا راني نشوف مليحه
الله ينعل والديك ووالدين والديك يا الرخيص. تربيه بنات الشهداء معنا، فوالا تربيه الجزائر جزائريه في ابشع حله. كمل يا تربيه بيوت الرذيله، فتح الميكروفون. نقش 106 فوالا تربيه الجزائر ما شاء الله، هذه رباوها جزائريين وعندها امها وعندها باباها، هاو التربيه وجهك. تاعهم. أنا إعلامية يا الماضعمة يا إعلامية تستعمل المصطلحات النابية أمام 4400 بنادم، مع العلم أنه كاين الآلاف في يوتيوب. تستاهل. أو ماشي العبرة في أنني نستاهل، العبرة بأنه إعلامية جزائرية تربية الجزائر، تربية بنات الشهداء، هاي واش تقول؟ هذا هو المستوى في الجزائر، هذه هي المدرسة الجزائرية. وكي نقول لهم تربية بيوت الرذيلة، كي نقول لهم تربية بيوت الرذيلة يقول لك كيفاش تقول لنا هذه خارجة من بيت رذيلة حرفيا. هاو الجزائر واش راهي تخرج، هذه امها جزائريه باباها جزائري، هاو واش خرج لنا. مع اختك بيت رذيله، مع اختك ومع يمك. حتى الصوت خارج من تربيه بنت. تلقاني لو كان مع انا اختي والله ما تسمعيها تقول الكلام القذر والنبي هذا صراحه، نعم التربيه. سكتت مسكينه. تربيه بيوت الرذيله ندير تسبي في التعليقات، قلت له مع اختك، لو كان جيتي مع الدوري مع واحده من اخواتي ما تخرجيش لك، ما تجمعني بهم حتى علاقة، لا مع والدية لا مع إخوتي وأخواتي. بصح نقول كلمة الحق صراحة. إعلامية جزائرية كانت معاكم يا جدك. الو، مساء الخير. السلام عليكم. وعليكم السلام. راني نشوف الموضوع المغرب يذل النظام الجزائري هكذا. انت منين سيدتي؟ من الجزائر. تفضلي. ايه، شفت الموضوع المغرب يذل النظام الجزائري. ما تغامريش بينا، قبل طلعت وحده قالت لنا صحفيه جزائريه سمعتنا الشعر الملحون. لا 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 لا، ماشي لهذا المستوى. يا تفضلي يا انا ضد هذا النوع من الكلام. حبيت برك نفهمك في نقطة. المغرب لم يذل النظام الجزائري. النظام الجزائري أصلا كان رافض الدخول في مفاوضات لأنه كان معتبرينه وكأنه طرف في المشكل. والنظام الجزائري من مبادئه هو حق الشعوب في تقرير مصيرها. يعني هنا الموقف تاعنا مع الصحراء الغربية هو عضو ملاحظ فقط، كما احنا كما موريتانيا. سيدتي تعتبري باللي مجلس الامن يعتبر الجزائر عضو ملاحظ صح؟ نعم، ولكن أوكي. المغرب كان لكن المغرب حط الجزائر في نقطة أنها طرف في المشكل. مدام سمحي لي بك، حبيت نقول لك عفسه والله، سمحي لي قاطعتك. عباك بلي عندهم وزاره الداخليه ووزاره الصيد البحري في تندوف تابعه البوليزاريو. عندهم وزاره الصيد البحري، وزاره الداخليه عندهم مقر للشرطه، كوميساريات، عندهم شرطه تمشي بالسلاح ديالها داخل المخيمات. عندهم عندهم واش رايك مدام؟ هذه في تندوف تابعين البوليزاريو. وزاره الصيد البحري يصيدوا اسمهم هذوك. هذيك ما تسمعيلوش، راهم الغاوها، هذه ما تسمعيلوش. هذه اول مره نسمعها انا. واحد الوقت كانوا يصيدوا اسمه هذاك الصغيور اللي يمشي هكا اسمه دقيقه بك زرزوميه، هذيك اللي تمشي في السحليه. واش تهضر؟ كاين واحد السحليه صغيره يطيبوها ياكلوها. شرشمان كانوا يصيدوا شرشمان. وزاره الصيد البحري تاع شرشمان كانوا يصيدوا صادق في الصحراء. شفتك واش كاين في الصحراء اختي؟ اصبر راهي دركا سيدتي، ما كنتيش على بالك ما كنتيش على لحظه، ما كنتيش على بالك باللي البوليس انت وين حاطه البوليساريو راهم متواجدين بالاسلحه تاعهم؟ لا على بالي بلي في تندوف بوليزاريو. راكي كنتي تقولي ما على بالكش. فتحني لا فرق بين انه يفتحوا لهم المجال باه يعاونوهم ولا حاجه على الاقل معنويا، اما انه هدية الشرطه وما الشرطه اول مره نسمعها انه عندنا. سيداتي اول مره تسمعيها، لكن ما على بالكش بلي عندهم وزاره الدفاع، وزاره الجيش في داخل الجزائر، في الرابوني داخل الجزائر. اول مره نسمعها هي. اوكي، واش تحسي انت كجزائريه انه موجوده وزاره الدفاع تاع جمهوريه عربيه صحراويه في تندوف؟ لا، لما انا نتبنى موقف ماشي اني نفتح المجال انها تكون عندي شبه دوله.
دونك انت فهمني. تقولي باللي موجوده شبه دوله في تندوف بالمعايير هذه، صح؟ نعم، بما اني دارسه للتاريخ ودارسه للسياسه، على بالي وش هي مقومات الدوله. دارسه السياسه. دوك نروح معك دوكا النقاش السياسي. معليش رانا عطيناك معلومه بالك صدمتك خلاص شويه. انا نغلق المايك هيك رايح للسياسه العزيز، كي تكمل عيط. شكرا رايد. دونك ولو انه صراحه عطيتنا جزئيه هي كانت السيده ما على بالهاش. دونك مدام انت قلتي باللي الجزائر عضو ملاحظ وما هيش طرف، هل تابعتي المجريات تاع الجلسه الاخيره في مجلس الامن الخاصه بملف الصحراء ام لا؟ هل تابعتيها؟ مؤخرا نعم 31 اكتوبر. لا، للاسف لا، كانوا عندي انشغالات، لا ما تابعتهاش. انا لما نقول لك السي دارسه يعني مانيش راني قاعده نتبع فيها بحكم العمل تاعي، مانيش متبعه. انا كي تقولي لي دارسه التاريخ والسياسه ونجي نحكي معك نصوص، لانه كاينه ماشي نصوص دينيه باش ما يتحمسش ميرو. لا 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 لا، اعطيني الفكره تاعك ونربطها واش راني انا على بالي. دونك هل تابعتي الاشكاليه مثلا اللي اثارها الوفد الجزائري حول ترجمه قرار مجلس الامن الاخير؟ الحكم الذاتي. لا ماشي مرتبطه بالحكم الذاتي، مرتبطه بمصطلح بارتيز. نعم، اللي جاي في البدايه، اللي في بدايه لا ماشي الديباجه فيها المصطلح تاع الصحراء المغربيه اللي اثار حافظه النظام الجزائري. هذه النقطه على بالي. لا لكن الترجمه صارت الاشكاليه في ذا بارتيز. الوفد الجزائري قال لك حنا لازم الترجمه تكون هي طرفين. دونك صراو ايام قبل ما تنشر الترجمه بالعربيه، لما نشرت ترجمت الى الاطراف. ماذا يعني هذا؟ رغم تحفظ، رغم احتجاجات الدبلوماسيه الجزائريه. لما تقول هل ذكر قرار مجلس الامن عضو ملاحظ او عضو مراقب؟ ما ذكرش. دونك الجزائر بهذا المنطق هي من بين الاطراف المتعدده، معناتها ماشي الطرفين، صح ولا لا؟ هي ماشي طرفين، كي ما يذكرش معناها ما حددش معناها هنا راح تكون الجزائر راهي طرف، وهي الجزائر رافضه انها تكون طرف. والجزائر اليوم لما اتجه احمد عطاف الى اسبانيا ومعه ايضا قبله كان استقبل وزير الخارجيه الموريتاني كاطراف، لانه ما سيناقش في اطار القرار الاخير لمجلس الامن، لانه شكون حاضر ايضا من الطرف الامريكي مسعد بولس، وحاضر سفير مايكل وولتز اللي هو سفير الولايات المتحده الامريكيه في الامم المتحده. معناتها النقاش اللي المفاوضات اللي بدون شروط ستفتح في اطار انه الجزائر هي طرف من بين الاطراف الاربعه. دونك هل عندك اعتراض ام توضحت لك الصوره الان انه لماذا هذه اهانه كبرى للدبلوماسيه الجزائريه اللي منذ 50 سنه تقول انه الجزائر ليست طرفا في النزاع؟ يمكن اعتبارها اهانه، بما انه احنا رافضين نكونوا كطرف. والمغرب اصلا كان يرفض انه يتفاوض مع البوليساريو الا بحضور الجزائر. اليوم الجزائر في اسبانيا مع موريتانيا حاضره، معناتها انه طلب ما اراده المغرب تحقق في ارض الواقع. هذا واش حبيت نقول. يعني فهمتك. انا بالنسبه لي مثلا، انا مادام كاين شعب صحراوي، كاين منهم كاين رافضين يكونوا تابعين للمغرب، صح ولا ما لا؟ هو الشعب الصحراوي حسب ماذا تقصدين بالشعب الصحراوي؟ يعني ما نقصد ماهمش مدنيين عادي، مواطنين عاديين. سيدتي نقدر نطرح لك سؤال تابعي شويه وسائل التواصل الاجتماعي هكا، يعني شويه ما ينشر ما يقال. ممكن تعطيني حساب تاع واحد من المخيمات صحراوي في مخيمات البوليساريو يتدخل هكا ويتكلم لنا على الاوضاع هناك ويصور لنا؟ لا، ما علاش؟ اذا كانوا هم احرار صحيح ما همش محتجزين، هذو لاجئين. انا لاجئ سياسي سيداتي في فرنسا، انا راني معكم بث مباشر. علاش هذو اللاجئين ما يقدروش يديروا بثوث مباشره؟ علاه؟ غادي نسال فيك انت واش تخمني يعني قادرين يكونوا تحت ضغوط. كاين واحد الملك تاع واحد البلد قال عليهم محتجزين، هل واحد مثلا ما يقدرش يدير بثوث مباشره ممكن نحطوا عليه الوصف انه محتجز اصطلاحا؟ يعني انا لو كان مثلا اليوم
الناس ما تزيد تشوفني في بثوث مباشره ويسمعوا بانني ممنوع من انني ادخل في بثوث مباشره، ممكن يقولوا السيد محتجز او مقيد. اهي وممكن يقولوا بلي ما عندكش كونيكسيون برك كيما في تندوف ما كاش كونيكسيون. ولكن موجوده لا كونيكسيون في المخيمات. نهار راح هذاك الصحفي اللي كان يقول لهم الصحراء مغربيه رائد دار بثوث مباشره عادي. 30 سنه ويقول لهم الصحراء مغربيه وعاش الملك ولا زال الحاقدين. تفضل امير، وحاب تقول كلمه مع السيده، تفضل. سمعت واحد النقطة هكا وبان لي بلي فيها تناقض ولا أعلم الله أعلم. كاين واحد النقطة برك لاروز. نعم. انت تكلمتي قلتي انه شعب واسمه الدولة الجزائرية مع حق تقرير المصير، صح؟ اهي إذا قلنا انه الجزائر مع حق تقرير المصير الشعوب، ياك؟ نعم انت ايضا مع هذا، صح؟ انت ترين أكيد. انه تقرير مصير الشعوب حق. بحق هي كل شعب يريد تقرير مصيره هذا من حقه. من حقه. القبائل تريد تقرير مصيرها بالاستقلال عن الجزائر فهذا من حقها. شوف هذه تولي مواضيع تاع سياده. ماشي المغرب ماشي سياده، المغرب سيده ولا كيف؟ نفس لا دوك مثلا دوك كان مشكل دوك مثلا نروحوا لسبته ومليله ولا اي دو ما نروحوش لسبته ومليله. انتم تحبوش تبدلوا المثال تبدلوا المثال بالمغرب. جبل طارق سيداتي واش دخل سبته لا 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 واش دخل سبته مليله في حق الشعوب في تقرير مصيرها؟ نحيو دقيقه كاين بزاف امثله. نحيو المثال تاع سبته ومليله نحطوا مضيق جبل طارق اللي متابع صدقوهم مدام سمعي مليح. هذيك المغرب حبت تصدقها شغلها هذاك. احنا نتكلموا على الشعب وليس على المنطقه، يعني ليس على الماده، وانما نتكلم عن الانسان من باب الانسانيه او باسم الديمقراطيه. انت قلتي انه الشعوب دقيقه فقط، قلتي انه الشعوب لها حق تقرير المصير، والجزائر الدوله الجزائريه مع حق تقرير المصير. كيف لها ان تكون مع حق تقرير مصير الشعوب بالنسبه للشعب الصحراوي وفي نفس الوقت هي ليست مع حق تقرير المصير للشعب القبائلي؟ هذا تناقض. وانا كاين تكيلين بمكيالين يا اختي. فانت تقولي لي انت مع واسمه تقرير مصير الشعوب. كي تتكلمي على الصحراء هي في حدود المغرب، اوكي الصحراء هي للمغرب وانت تريدين ان تفصلينها عن المغرب. فاذا كان انت مع تقرير مصير الشعوب حتى اذا كان هذا يخلي المغرب تنقسم، فلما اذا انت ضد منطقه القبائل اللي تريد تقرير مصيرها بالاستقلال وتنقسم الجزائر ايضا؟ على هذه الجزائر لا تنقسم والمغرب تنقسم، الجزائر عندها سياده والمغرب ما عندهاش سياده. كيفاش؟ تفضلي يا سيدتي باش تفضلي في النقطه اللي طرحها لي. بك منطقه القبائل هي جزء لا يتجزأ من الجزائر من وقت الاستعمار وحتى سيداتي راهو صالح داسينو ما نقدروش نخلصوا. راهو هو طرح لك المساله ماشي من باب راهو على فهمتي القضيه تاع الازدواجيه تاع المعايير اللي طرحها أنا فهمته وصلتني الفكره. قضيه الصحراء الغربيه راهي ماهيش قضيه تاع العام اللي فات ولا اللي قبله. الصحراء الغربيه راهي من السبعينات من وقت خروج فرنسا من المنطقه. سلمتها سلمتها انت تسمى القضيه تاعك مش مرتبطه بالمبدا، يعني ماشي مرتبطه بالمبدا تاع تقرير المصير، مرتبطه بالمده اللي الناس طالبوا فيها بتقرير المصير. هي القضيه بك لا الصحراء الغربيه من المشكل في المنطقه اصلا هو هي من مخلفات الاستعمار. الاستعمار ومنطقه القبائل راح يقول لك راني درك نعاونك ضد ضمير، وراح يقول لك باللي اصلا القضيه خلقها الاستعمار، القضيه تاع القبائل، لانه يقول لك احنا قبل الاستعمار الفرنسي كنا منطقه مستقله. نحب نعطيها واحد النقطه ايضا. منطقه القبائل في وقت لما كانوا الاتراك في الجزائر العثمانيين، لما كانوا العثمانيين في الجزائر، العثمانيين كانوا محتلين كل المناطق الا منطقه القبائل لم يحكمها عثمانيه اختها. هيا نرجعوا لور ونشوفوا من هم الاقدم. ما رايك؟ انا في قضيه القبائل جزء لا يتجزا من الجزائر. والله انا ما كان وشنو ما يرد براسه بري راسه. هذه هي انا رجعت لك لما اكثر، رجعت لك انا العثمانيين. وقت العثمانيين نتحدى نتحدى اي انسان يطلع يقول لنا شكون من الاتراك كان حاكم منطقه القبائل. بالك شكون اللي طلب من العثمانيين انهم يجيو
مادام ارتكبتي غلطه بك سمحي لي يا قلتي نعم. في فرنسا اللي سلمتها يا دي كانت يعيطوا لها الصحراء الاسبانيه، كانت تحت الحكم الاسباني. عباك اللي راه إسباني. مختص بالبوليزاريو، انا مختص من المختصين في تيك توك تاع بوليزاريو. لا هذيك لحظه رئيس باش سهل. نقدروا نتقدموا. منطقة القبائل، شكون اللي طلب المساعدة العثمانيين ولا ما على بالكش؟ شكون مدام؟ إمارة كوكو راح وسع عليها. إمارة كوكو. إمارة كوكو وقت العثمانيين هي اللي طلبته؟ لا ماشي في وقت قبل مجيء العثمانيين كانت موجودة إما وقتاش بدات إمارة كوكو حسبك؟ إمارة كوكو كانت في جيجل، كانت موجودة، روح ابحث عليها. جيجل داخلة في إمارة كوكو؟ هي روح ابحث عليها. من أول من طلب المساعدة من العثمانيين. مدام انت راكي قاريه التاريخ وراكي قاريه السياسه صح؟ اول من طلب المساعدات. ما تجيش تقول لي اخني، ما تجيش تقول واحد النقطه هاكي دقيقه يا رائد، نعطيك واحد المعلومه برك وكو ما على بالك. العثمانيين كانت دوله خلافه اسلاميه، على بالك ولا لا؟ هاي على بالك باللي اكثر القبائل كفار ولا لا؟ دقيقة، أنا ضد كلمة خلافة عثمانية. أعيد وأكرر دقيقة رائد. إمبراطورية عثمانية. أعيد وأكرر. الدولة العثمانية هي خلافة إسلامية. أغلب من في منطقة القبائل يا إما هم مسيح أم ملاحدة، يعني أغلبهم اللي هم بغير مسلمين. فكيف سمحي لي يا مدام، كيف للغير المسلمين ينادون لخلافة إسلامية تطبق حد الردة قد تقتلهم وتقتل المشركين؟ تقدر تفهمي على أنا ما فهمتهاش. أنت كي تقول لي الملحدين والمسيحيين تهضر على دروك لا وقت العثمانيين؟ وقت العثمانيين ومنين عندك الإحصائيات هذه تاع الملاحدة ولا ما يميلوا عباك من داك تاع مادام عندك الحق. كان كاين بن بطوش الكوكوموري هو اللي يعيط لإمارة كوكو. يا ميرو والله غير من داك بن بطوش الكوكوموري من إمارة كوكو. ولا الأقدمية ما كيش راح تتوفقي مدام. نزيد نعطيك واحد الشرح. نعطيك واحد الشرح أخرى. اسمعي هذه ما تعرفيهاش. اسمعي هذه. نعطيك قانون. وكي نتكلموا فقط عن الدستور. في سنة 2021 تم تعديل الدستور من مع حق تقرير مصير الشعوب إلى مع حق تقرير مصير الشعوب خارج البلاد. كيفاش تكون عندك انت نص؟ كيف يكون انت عندك نص؟ عندك مادة تناقض نفسها، يعني تختار تنتقي تقول بأنه الجزائر مع حق تقرير مصير الشعوب خارج البلاد فقط. كيف خارج البلاد فقط؟ على للبلدان الأخرى أنت مع تقرير مصير الشعوب وداخل بلادك أنت لست مع تقرير مصير الشعوب. يتسمى دوك اللي يوجعوا راسو يقولنا نفاصل هكا. سيداتي شكرا، لازمنا نختموا النقاش هذا لانه هذا اصلا كان نقاش فرعي. وصراحه اخر حاجه لازمك تروحي تعاودي تقراي على اماره كوكو، على الانتماء تاع جيجل لاماره كوكو، خصوصا في الفتره في الفتره تاع دخول العثمانيين. يعني انه الروايه، ولو انه الروايه الشعبيه تحكي بانه سكان ولا ساكنه جيجل هم من استنجدوا بالاخوه بربروس من اجل انهم يحرروا الاراضي هذه، وبعد صارت القضيه مع سمير تومي وغيرها، لكن ما هيش مرتبطه مع اماره كوكو في حد ذاتها. شكرا لك سيدتي. لا شوف والله انا نهضر معك من منطلق الوثائق التاريخيه. لا سيدتي ما نخرطوش هنا. اذا عندك وثائق تاريخيه لازمك تجيبهم في اللحظه هذه. وش هو الوثائق التاريخيه اللي تاكد ما تقولينها؟ الكتب التاريخيه روح اقرا. كاين بعض ما تقوليش سيدتي راكي قلتي قاريه السياسه والتاريخ، هذه روح اقرا وماهيش حجه في نقاش. اذا تكلمنا على معطيات مرتبطه بالمرحله لازم على الاقل تكون عندك ما تثبتين به لما ديري ادعاء كبير مثل هذا. هذه تاع روح ابحث وروح اقرا، راكي اذا كنتي في الجامعيه راكي تعرفي بانه كاين حاجه اسمها منهجيه البحث، ومنهجيه البحث لا تحتمل اننا نستعملوا حجج مثل روح ابحث وروح اقرا وروح دير. ما نقدروش نديروا ادعاءات هكاك سيداتي. شكرا لك. بالغيث واقيل شوقي، اذا بالغيث ممكن يكون مصدر في الشان هذا. شكرا مدام. واش خوتنا ازو لاباس صافا لاباس؟ الحمد لله. عندي برك واحد الموضوع نحب نناقش معاكم برك. تفضل. انتوما شحال عندكم في فرنسا؟ انتوما عامين بيك بميرو بعدك رايد عامين؟ عندنا 10 سنين يا اخو كي نجمعوا مع بعض. لا غير سيريوزمون نحكي سيريو 10 سنين. صديقي واش هادي تاع عندها شحال عندكم وما عندكم؟
اذا راه رحتوا 2 دقائق درتوا على بلادكم، زعما تحبوا تطيحوا تحبوا المغرب، كون تحبوا نبغي المغرب تهضروا لهم على نطيحو سبته ومليليه، تحبوا تهضروا على الصحراء الغربيه، هضروا لهم على سبته كيفاش يردوا سبته كيفاش يردوا مليليه. انا 15 سنه في الانجليز ما هضرتش على بلادي، انت قديم في الغربه يا خو. 15 سنه في الانجليز جومي هضرت على بلادي، ما تبدل 15 سنه وما كامل تبدل في روعه. وكيفاش نحكي تقول نقول لك لي في وجهك انايا تربيه كيما بنات شتي كيفاش شوقي بن زهر يدير الرقيه الشرعيه ما ديرش ونخرجها الرقيه هذيك نخرجها تعوج في فمك، تحب نهضروا اونجلي نهضروا اونجلي، تحب تهضروا تربيه اسبانيول كيما تحب يا بترم. هضر بالونجلي طراش هضر بالونجلي هضر بالونجلي طراش هضر خيك. هادي اونجلي على الاصول، هادي اونجلي تاع دابرستان، هذا قال لك نهضروا اونجلي. شفتوا شوقي بن زهر كيفاش يدير الرقيه الشرعيه؟ ميرو هو داعيه في الاسلام وانا ندير الرقيه الشرعيه، نخرج تربيه بيوت الرذيله من الاعماق تاع الاعماق، ما واحد يحب زعما يلعبها نورمال. السلام عليكم. وعليكم السلام. الأخ شمس، دخلت سمعتك تهدر في فيديو وتقول الجزائر ذهبت صاغرة إلى إسبانيا. مع من راك تهضر؟ شكون شمس هذا؟ شكون شمس هذا؟ من بن زهرة أنا يعني نهضر مع سيدة وفي بالي واسمه الشمس، هذيك عبسنا نفوتوها نروحوا الحاجة المهمة اللي هي السؤال ديالي. سمعتني واش قلت لك انت؟ باغي تسقسيني ولا باغي تسقسيني ولا باغي تسولني؟ هذا تحراش هذا يسموه. لا 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 والله صراحه والله سؤال صراحه جدي. الحمد لله. شوف بلادنا قاره فيها تسقسي، باغي نسقسيك باغي نسالك، فهمني؟ قاره عندنا لهجات بزاف، هذاك الشيء فيها باغي نسقسيك لحظه اخويا، فيها باغي نسقسيك وباغي نسالك، ما فيهاش نسولك. ما عليناش باغي نسالك خويا، انت كي راك تقول الجزائر ذهبت صاغره وزيد من فوق بامر من امريكا لاسبانيا، ورا الدليل اللي عندك انت ولا تهدر باش تهدر؟ شكون قال لك باللي راحت بامر من امريكا؟ عندها هي ورقه موقعت عليها في مجلس الامن، حدوا موعد للقاء موريتانيا الجزائر وممثلين جبهه البوليزاريو والمخزن تعرف بلا ما نكثر ديجا كي نذكر اسمه خاف نغلط. لحظه صديقي ما تبينش اخلاقك برك، نسمعوا واحد نسمع احمد. اسمح لي نكمل لك صديقي شوقي. صديقي قلت لي الدليل لحظه باش دبلوماسيا. انا اعطيتك دليل بروتوكول دبلوماسي. كاين ميكروفون صوت معليش اجتماع وقعت عليه باللي تحضروا. ما نقدرش نسكتك باسكو مانيش نشوف صديقي، كي نقول لك دقيقه سينو ما نقدروش نتقدموا. خصوص اللبس الذي كان يريد تاريخيا المغرب ادخاله بان النزاع هو نزاع مغربي جزائري، اصبح غير وارد نهائيا فيما يخص هذه اللائحه. يعني الجزائر ليس طرفا في ولم تكن ابدا. نعم. بهذا الخصوص اللبس الذي معنا احمد عطاف الحثالة الدبلوماسيه رقم 1 يقول لنا بان الجزائر ليست طرفا في النزاع. هي ليست طرفا في النزاع لكنها عضو مراقب لان الامر على حدودها. واللاجئين جيب لي قرار. قلت لي باللي هذا استنادا، اسمع صديقي، قلت لي باللي هذا استنادا الى قرار مجلس الامن الاخير. قرار مجلس الامن الاخير جيب لي اين يقول بان هناك اعضاء ملاحظين. كاين انت اللي تبحث ماشي انت اللي راك تدعي يا اخي. شوف شكرا لك نبحث اخويا اللي شكرا لك صديقي. ما نقدرش نهضر. بدا يوجعني راسي رجاء اللي يطلع يا تلتزم بالاخذ والرد في الكلام يا تنزل. لا يا شوقي بن زهر فوالا تربيه بيوت الرذيله هذا مثلا ما يتحسبش. دوك انا قلت مازالوا بلايص هذا ما يتحسبش بشر ويبقى يعاود. ورينا تربيه الوالده الكريمه. تفضل كوكرفن يا جاي نهاركم. ورينا تربيه والدتك. زيد كمل وري تربيه الوالده تاعك. نهاركم يكرف. وري الوالده. فوالا تربيه بيوت الرذيله نزلت في التعليقات. كل واحد يبين. انا صراحه كي توصل للنتيجه انه كل واحد كوميم يبين ما نشأ عليه النشأة تاعو خصوصا في القضايا هذه. ابو كش حاجه تفضل. مساء الخير. ابو عابد اسم الملك ابو عابد. انا شوقي عندي كم سؤال في مجال جاوب عليهم بالمنطقيه لو سمحت. ملك واش انت من اين؟ انت ما تقوليش فلسطيني برك رجاء. ليش فلسطين؟ عندك مشكله مع الفلسطينيه؟ حاشا السامعين.
وش هو الموضوع اللي حاب تتكلم فيه معايا انا الجزائري؟ حاب اتكلم الان معك في موضوع انت الانسان معارض، مزبوط؟ معارض؟ وش دخلك انت كفلسطيني في المعارض شوقي بن زهره؟ اسئله مش انت هذا اللايف مفتوح للجميع ولا انت الان بتطلع الجزائريه فقط؟ نطلع الجزائريين واي جنسيه اخرى الا الناس اللي ما عندهمش جنسيه. انت فلسطين بدون جنسيه؟ موجودة. كيف عرفت انها بدون جنسيه؟ تعال كيف عرفت انها بدون جنسيه؟ انا بدون جنسيه، انا بعرفك من ايام فرنسا، من ايام ما قدمت اللجوء بفرنسا وانا بعرفك. قديري ايام ما قدمت اللجوء بفرنسا انا بعرفك من ايام ما قدمت اللجوء، انك انت لاجئ، انا عارفك انت بدون وطن الآن. ممكن تتكلم بلهجه. انت الان بدون وطن، انت الان مش جزائري. الجا مثل الحيوان والفلسطيني عادي. انت الان مش جزائري، انت الان بدون وطن. اضبط هرموناتك عندك وطن انت الان يا تربيه بيوت الرديئه. الان فرنسي ما عندك الان بدون وطن. كلام الان قول انا بدون وطن، انت بدون وطن، مزبوط ولا لا؟ اوكي بدون تضبط هرموناتك الان. لا بتناقش انا وياك بس احترم النقاش. اضبط هرموناتك اخر مره. تفضل. يزيد فضلك. انت راك تقول بدون وطن، هل انت عندك وطن؟ انا عندي وطن. ما هو وطنك؟ فلسطين وطني. معترف بها في الامم المتحده؟ مش معترف فيها، روح مانويل ماكرون الان معترف فيها، اعترف في فلسطين ولا ما اعترفش الان؟ الدوله الفرنسيه اللي انت قاعد فيها الان اعترف فيها ماكرون. نعم لا سؤال. يهمني الامم المتحده، هل انت دوله موجوده في الامم المتحده؟ سالتك الان سؤال، مانويل ماكرون اعترف بالدوله الفلسطينيه؟ نعم لا سؤال. انا مقيم في فرنسا ولاجئ في فرنسا وضد اعتراف فرنسا بما يسمى الدوله الفلسطينيه. انت الان اسمع، انت الان سؤال يطرح نفسه، انت الان عايش بالدوله الفرنسيه الان، انت تقول لي بدون وطن. انا جنسيتي جزائريه صح؟ لا انت ما عندكش وطن الان. كيفاش ما عنديش وطن؟ انا جنسيتي جزائريه. لا انت الان طول ما انت مقدم الان لجوء بفرنسا انت الان استغنيت عن جنسيتك الاصليه اللي هي الجزائريه. مانيش مقدم، انا لاجئ سياسي لكن لا انت الان طول ما انت مقدم لاجئ سياسي انت الان بدون وطن، تخليت عن جنسيتك الام اللي هي الجزائريه، مزبوط ولا لا؟ انت متخلف عقليا. راني نقول لك انا لاجئ سياسي لكني جزائري. وليش الان لاجئ سياسي قدمت الان بفرنسا؟ ليش ما اخترتش الان دوله ثانيه؟ مع انه انت وين مقيم؟ انت في غزه مقيم، انت في غزه. انا في المانيا الشبليخن دوتش، تفكرنيش صغير، انا اكبر منك، انا كنت عايش في فرنسا وما قدمت انت الان لجوء انساني، انا كنت عايش في فرنسا. ميرو عاد تقول كلمه، شفتك فتحت الميكروفون، انا ندير له الجامي اذا تحب تتكلم كلمه معه ولا ما فتحتش ميرو؟ انا والله حبيت نطرح عليه واحد سؤال، وقال لك انا عندي دوله، عادي ماشي مشكل، يعني احنا نتحقق من الامر فقط. عنده دوله في تيك توك. ولكن اين تقع دوله فلسطين وباي خريطه؟ بارك الله فيك. تفضل خويا تفضل. انا ثاني دوك نحوس عليها هذه دوله فلسطين هذه. تفضل. لا استاذ الفاضل، انت الان تتناقش سياسيا وانا الان بتناقش انا وياك سياسيا، انت الان بتقول انا انسان بدون وطن، مزبوط؟ صح. طرح لك سؤال ميرو، قال لك اين توجد دوله فلسطين هذه؟ اين توجد؟ بتروح عند مانويل ماكرون الان تساله بتقول له هل دوله فلسطين الان موجوده ولا مش موجوده؟ لا السؤال اين توجد دوله فلسطين؟ اين توجد الحدود؟ قال لك ميرو الرقعه الجغرافيه تاعها. الرقعه الجغرافيه موجوده، وفوت على الخريطه الان تعرف وين الرقعه الجغرافيه. اوكي نفوت على الخريطه، وين نلقاها؟ اكتب الان. مالك اسمح لي ممكن توضيح بسيط. ممكن الملك ندخل يا حبيبي لحظه. تفضل امير، لازم نفهم واحد الامر برك. ممكن يعني الاخ لا يعلم انه لا توجد خريطه واحده، فمن فضلك حدد لنا اي خريطه نجد فيها دوله فلسطين. اكيد مش الخريطه الامريكيه يعني مثلا، فاي خريطه بارك الله فيك. استاذ الفاضل بالمنطقيه بالعقل ماشي، انت الان قاعد بالدوله الفرنسيه، والدوله الفرنسيه الان اعترفت بالرئيس مانويل ماكرون. شكرا لك. انه يوجد دوله ضد القرار. شكرا. انزل الفلسطيني صغيرا. الفلسطيني ما تحتاج تزيد صغيرا باسكو راهو صغير على العموم. كارثه جدك. قال لك انتم لو كان عايش في غزه قادر مثلا ولو صراحه سي لا ميم شوز، مي زيد عايش في المانيا وقول لنا علاش عايشين في فرنسا. مي سي انكرويابل. وعلى بالك ميرو شوف، دون الدخول في التعميمات، لكن عندهم كراهيات. بالك اكثر الناس الوحيدين اللي عندهم كراهيه اكثر من الجزائريين هم خصوصا في غزه، ومن اكبر الكراهيات اللي عندهم هي ضد الامازيغ. تعرف عندهم حقد ضد الامازيغ ما تقدروش تصوروا.
زرعوا لهم واحد الناس هادو عندهم حقد ضد اليهود، ضد كل ما هو مختلف وضد الامازيغ. vous pouvez pas imaginer، يعني في الاعماق تاعهم عندهم الكراهيه هذه. وشوف عندهم نفس ما عندهمش هذيك القيمه اللي يعطيوها لنفسهم. علاش نزلت يكون على شخص خائن ويزيد يطلع عنده نزلته صغيرا وزي طالع عند شوقي بن زهره وراح تزيد تنزل صغيرا يا الفلسطيني. لو كان جيت انسان محترم ممكن نقدر نتناقش معاك، لكن ما كانكش انسان محترم. اعطي قيمه لنفسك صديقي، وتزيد المره الثالثه راك تزيد تنزل صغيرا. يكفيني تربيه بيوت الرذيله تاعنا، راني نضل نعاود لهم في التربيه، مانيش راه نعاود لكم التربيه نتوما. ابن الجزائر رقم 13، ما على باليش 12 الاولين وين راحوا. راحوا عند مكتوى المغاربه. شكرا لتربيه بيوت الرذيله. وزاد المغرب في النص، ما على باليش علاش قاعد يسب في شوقي بن زهره، على زاد المغرب معاه. سامحوني يا المغرب، الله غالب. انا والله عجبني، يعني عجبني التوافق يعني بين المداخله القيمه اللي قدمها وصوره البروفايل، يعني كان حاط صوره والبروفايل وكلامه، كان واحد التوافق تناسق تام. عبد المجيد تبون انا دائما نقول له تربيه بيوت الرذيله اون شيف، هو برو ماكس. تربيه بيوت الرذيله برو ماكس هو الشيف. وراك صاحبي شوقي، وراك راني في ليون صاحبي. وين راك؟ راني في ليون. في ليون؟ واش راح ندير لك في ليون؟ لا تبغي تجي نخلص لك قهوه ولا دروغ؟ راني باساجي باك راني في عندي تاع افتح لي نشوف وين بلاصه في ليون راك. نورمال والله ما على بالك اسمها بارديو لا والله ما راني في. افتح لي نشوف لا بارديو، افتح لي نشوف طراش. ما نقدرش نفتح لك، ما عنديش باش نفتح لك، بصح تبغي تجي اروح نخلص لك قهوه صاحبي. صديقي ماشي رجله هذه، درك باش نقولوا الجزائري راجل. هذه رجله ولا ماشي هذه خاطر تشرب قهوه وكدايا تروح لي قد مباشره يا ما كان لا. لا عزيز خويا نبعث لك لوكاليزاسيون راني في، لا عندك ولا واش نجي ندير انا صديقي؟ انا وميرو مقيمين في فرنسا ونحترم حريه الجميع، انا ما عندي ما ندير بك. واش تحب تجي هنا؟ انا عندي ندير بك، انا عندي ندير بك خويا صديقي. انا الحاجه الوحيده اللي نديرها بك تجي دير لي لافيسيل هنا في الدار، مي اباغ سا واش راح ندير بك؟ لا الا انت زعيم خويا ولا انت رجل خويا روح لا بصح قول لي واش هو الغرض لو كان نجي؟ واش راح دير؟ ندير لك خريطه في وجهك. خريطه؟ وش هو الخريطه هذه؟ ندير لك خريطه الجزائر، نصمم لك خريطه الجزائر في وجهك. افتح لنا بين لي كاين انسان تعرف سابقا دار فيديو وهو في ليون وهددني، هذاك تقدر تقول عليه لي زوم، بصح انت دركا تهضر برك. افتح لي نشوف لابارديو. اسمعني خويا، عندي لي فوتو تاعي ارواح لاكارد دروك وتشوف الخريطه كيف ترسم في وجهك. لا اما لا تخوف. وهذه تاع خريطه ترسم في وجهك ماشي كافيه، لازم تبين الرجله تاعك اصاحبي. لا احنا ما نهضروش مور ليكرو، فاهم؟ ارواح خويا وتشوف الخريطه انت كاين التصاور تاعك ماشي متناسقين. كيفاش كاين هذا الموسخ هذا وهنا كاين بنادم واحد اخر؟ انت شكون؟ هذاك هو انا، غير هو انا، هذاك طلعت صغير انا صح. كاين هذا شوف، وكاين الموسخ هذا. بصح لا احنا كاع زعما مام بالوقفيه في وسط الدار. انا موسخ وانت شباب ماشي مشكل. علاش اسمح لي، علاش بصح مام بالوقفيه في وسط الدار كي نكونوا نتحركوا نقدروا نفتحوا لك الكام زعما نقولوا لك هاو جانا. ميرو افتح. شوف ميرو لي زوم. اسمعني خويا ميرو لو كان تجي عندك واش دير لي نتايا؟ انا لو كان تجي عندي نخلص لك عشاء ضرب السوشي حتى وين تقول فيه. فوالا وميرو حرفيا راح يخلص لي السوشي. تفضل انت. اسمعني خويا، انا سيد راه معاك في ليون، راني قدام راني باساجي راني فليكس بيس خويا، فاهم؟ افتح الميكرو، افتح الكاميرا. انا نفتح لك كاميرا خويا، انا نفتح لك كاميرا. ميرو فاتح، ميرو راجل عليك، تسمى ميرو لي زوم، انت ماكش لي زوم. لا ماشي ميرو عورات يا خويا زينو، عوره لازم تحجب تفتح الكاميرا. ما فهمتش واش. لا انا تصاوير كاينين في التيك توك صاحبي، قلت لك ارواح عندي خويا
دروك راني في هذه لاكار بارديو ولا والله ما على بالي كاين كيفاش تصاور ماشي متناسقين، كاين تصاور ماشي متناسقين، كل واحد خلينا متصاور خلينا ارواح عندي دروك، انت الزعيم ارواح عندي دروك لاكار. كون زعيم كيما ميرو فتح الميكروفون قال لي تجي نخلص لك عشاء. يا خويا انا والله لا خلص لك قهوه ونرسم لك خريطه. كيف يجي لك انت تعقله وهو ما يعقلكش، فتح الكامبا يجي لك. يا خويا معليش نبعث لك نيميرو تاع واتساب ولا نيميرو ارواح خويا كي تلحق هذه لاكار. انا لا بروميير فوا خويا نجي لنا ايماجين تفتح ارواح خويا عندي دروك قاعد انا نسمع الجزائر خويا مرحبا بك. ايماجين اسمح لي برك، ايماجين دوك انت لو كان تفتح لنا الكام نلقاوك معنا باليش انايا نلقاوك يعني هادوك تعرف اللي ما يحبهمش شوقي. لا نحبهم انا نحبهم. ايمان ايماجين لقاوك ايمان خليفي ما تما فتحنا الكام نعرفوا باسكو سينو ما يشقالكش شوقي ما بايعرف عندنا نبدا ويديروا لي شبهات يصوروني في الليل انا معاك انت هكا. كيفاه اسمعني خويا شوقي حنا تعرف بلي تا انسان تهضر غير مول ليكرو خويا راني قدامك بالك باش سي با خويا بالك 15 مينيت 10 مينيت افتح لي شوف افتح لي الكاميرا ونشوفك وين راك. ما نفتح لكش كاميرا خويا اذا انت زعيم ارواح دروك لاكار. اذا انت زعيم دركا ميرو يقول لي مثلا نروح لبوزونسون نروح لبوزونسون انا ما نلقى حتى واحد. كاش منها لا تلقاني خويا والله افتح لي نشوف وين افتح لي نشوف وين راك اذا كنت راجل. لي حاجه نبعث لك لوكاليزاسيون تاعي بلي راني في لاكار صح. لا الكاميرا خويا سي فاسيل. لا افتح الكاميرا ولا نغلق انا. اسمح لي باش ندير لك حسابي. هل انت شجاع وتقدر تفتح الكاميرا ولا فاشل؟ ماشي شجاع دخلت لي غير في الكاميرا انا فين عندي بيرف نبعث لك لوكاليزاسيون خويا. ماشي راجل اميرو ماشي راجل لا ماشي راجل. باقي لا ما اسمح لي خليفو انت يا خويا اسمع خلينا ميرو ما تخدمك شغل خدمه تاع افوكا صاحبي نهضر مع شوقي ما ندخلش. لا ميرو راه قال لي تجي عندي ندير فيك. ميرو راه قال لي ندير فيك ونديك تاكل. المهم خويا انا طلعت خويا وعندي وجهي راه في تيك توك صاحبي فاهم وجهي في التصاور. كاين وجوه في تيك توك. ما درتلكش خريطه تصور اسمع تصور الا ما درتلكش خريطه شوقي قول لي باللي زعما تهضر غير تهضر وصايب. اسمع تصور نخدموهم بالذكاء الاصطناعي نحبوا نشوفوا الصوت والصوره باه نعرفوا صح ولوكاليزاسيون ما تامنش بها خويا. تحب نبعث لك دوك لوكاليزاسيون ماشيين كاع. ميرو انا فهمت علاش ما يفتحش الكاميرا. هادي اسمعني انا كنت تلعب لي الاعصاب خويا اسمعني. ايوه هذا الشيباني تاعي ربي يطول له في عمره. صراحه النصر اوكي تحب شوغر دادي يا الشيباني تاعي ربي يطول في عمره. هذه 2017 هذه في مونت لا جوليا باري خويا. على بالك لو كان تخيلوا شوقي بن زهراء 3 دو ماتان يروح عند هذا ويصوروني رحت تلاقيت مع هذا. تخيلوا فقط ارواح خويا. الله يديروا لك اسمع الله يديروا لك شبهه في كارير خو ارواح هذيك هي اللي تخلص على بالكم. هذيك هي اللي تخلص عليا مع هذا هي الاخره تاعي جدك انكرويابل. اسمعني انت تهضر غير تهضر روسايك فاهم. حنا قاعد حلبنا لك تهضر غير مور ليكرو. نهار تعود باغي تجي مرحبا بك ما تجي هودني خويا ونقول لك حاجه ما تكونفيزوش كي هذا ميرو صحيح. تربيه بيوت الرذيله وزاد خدمها باحسن ما احب انا انه واحد يزيد يبين الاخلاق تاع الجزائري تما والانتصار الاخلاق يعني على جميع المستويات. رجله اخلاق كل شيء. هادو الناس تمسح بهم الارض وموسخهم فلوس. التصاور تاعهم موسخ. اذا هو ما تقدرش تدافع على تبون وتكون مربي المفروض ناقضان. يا توتونيتي انا عمري ما شفت واحد من انصار الانتظام صراحه محترم. كامل لازم تخرج تربيه بيوت الرذيله من تحت. عادل مساء الخير. السلام عليكم. وعليكم السلام. صباح الخير. الو راك شارب صديقي كش ما راك شارب؟ ماني شارب بالله اعوذ بالله. الشيخ بن زهراء حبيت نسقسيك سؤال واحد. سؤال الشيخ الوحيد هنا هو ميرو اللي داعيه في الاسلام. انا مانيش ميرو الشيخ وانت الاستاذ. انا سؤال باحترام بكل احترام. سؤال واحد برك وما الله ما نزيد معاك والهضره بزاف ان شاء الله. هل تكون عداوه للشعب الجزائري؟ تكن اخطينا من نظام انت معارض تكن هل تكن معليش انا مانيش متمكن كيما انت بصح سؤال واحد. الشعب الجزائري هل تكن له عداوه؟ لا انا اولا سؤال باحترام
لا راني راح نجاوبك. انا لا اكن العداء لاي شيء فوق وجه الكره الارضيه، لانه هذا الامر متعب ويتطلب جهد. انا احتقر على العموم، دونك فئه كبيره من الشعب الجزائري احتقرها، معناتها اريد ان اغيرها الى الاحسن. تما الاحتقار، دوك انت مثلا تلقى ناس يطلعوا يبينوا اخلاقهم، تلقى شوقي بن زهره عادي وقاعد وساطي ويضحك مع ميرو، لانه لو كان جيت نكره الناس هادو كان هذا الامر يولد لي الفئه من انفعال. الشعب ولا من الفئه؟ اسمح لي قاطعتك، الفئه من الشعب ولا من النظام؟ لا فئه من الشعب. انا عندي مشكل مع النظام ومع فئه كبيره من الشعب. معناتها انا بالنسبه لي الاشكاليه في الجزائر هي اشكاليه مزدوجه. الناس اللي انت درك لو كانت تخرج مع الزوجه الكريمه في شوارع قسنطينه وتسمع ما لذ وطاب من الشعر الملحون والعبارات النابيه، هذوك الناس هذوك في الشعب. دونك كاينه اشكاليه داخل المجتمع الجزائري، هي نتيجه تاع مدرسه جزائريه مدمره منذ 1962 تاع منظومه اخلاقيه مكسره. تفضل. ولكن المدرسه قريت فيها انت بزهره اخويا، ايه انت قريت فيها وكبرت فيها، ومنظومه تربويه كبرت فيها وقريت فيها وعشت فيها. قريت فيها، انا كبروني والديا اللي ما عنديش علاقه بهم اليوم، بصح حنا نقول باللي كتر خيرهم انهم كبروني في اطار مليح وفي تربيه مليحه وقريت مليح والحمد لله. لكن المدرسه الجزائريه علمتني الكراهيه، هذا واش علمتني المدرسه الجزائريه. شكرا وبارك الله فيك، سمعنا وتصبح على خير. يبارك فيك خويا، شكرا لك. شكرا اللي راكم تبعتوا في الشهاده. السلام عليكم. وعليكم السلام. وعليكم السلام زوج مرات. لا باس. لا باس. يا اخي الكريم صدقني ما تبقاش كيما يرحم والديك. تاعنا بفغيمون انتم حاله خاصه، عندكم نفس الهضره. انا اللي حتقبح فيك ما والو، من فضلك ويرحم والديك. انت في الغربه ما تزيدش تحكي على البلاد، ما تزيدش تحكي على البلاد. انا كي قلت لي ما تبقاش هكا قلت بالك لازم نحي اللحيه ولا. وش هي الفايده تاعك انت؟ الفايده تاعك وش هي؟ على واش راك تهضر صديقي؟ على واش راك تهضر؟ انت اصلا كانسان ما تزيدش تحكي على البلاد يرحم والديك. علاش شكون انت؟ انا شكون؟ انا انسان عادي، انسان جزائري. انت شوف، انت تستحي باسم جدك، مسمي روحك ميلود 23. كيفاش انسان؟ اسم جدي ميلود. اسم جدك اللقب العائلي تاعك ميلود؟ ربي يرحمه جدي. لقبك العائلي ميلود؟ لا اسمه. كي نقول لك اسم جدك معناتها اللقب العائلي، معناتها انت اللقب العائلي تاعك ماكش حاطو. كيفاش انت تتكلم باسم ماذا؟ تتكلم باسم الجزائر انت؟ نتكلم باسم الجزائر، نحب بلادي. على اساس واش انت عندك اضافه تقدمها؟ تفضل فكريا واش تقدر تقدم لنا اضافه؟ تفضل. انا ماذا بيا تخلي البلاد اخويا، ما تزيدش تحكي على البلاد وعيش حياتك اخويا، وانت حر. هذا ما عندك اضافه. ما حبيتيش البلاد ما تزيدش تحكي على البلاد، لانه والله يا اخي الكريم يجي نهار تحب البلاد. وين يجي نهار ونحت نحب البلاد. انا نحب البلاد نموت. يجي نهار ونخلصها. كيفاش نخلصها؟ ما تدريش الدنيا دي، ما تدريش. مثلا كيما يصرى توب اخويا، توب حبس اخويا، لانه البلاد هذه رباتك وخلقاتك وكبرتي فيها، والانسان يغلط مش مشكل. انت غلطتي ولا ما عمليش شيء، لازم الانسان يتراجع. لا بصح مثلا انا نعرف شويه عنابه كي يقول لك انسان راك تخلصها وكذا، تسمى يعني قادر يكون واحد المعنى كانوا في عنابه واحد التعامل مع الانسان مثلا صفاوه. ما تدريش الدنيا دي خدكش الانسان. انت واش قاعد تدير؟ كامل قاعد تدير الحقد للناس تجاهك، قاعد تعبي في الحقد تجاهك للناس. الانسان يقدر يغلط في الدنيا دي، واحد ما هو معصوم من الخطا. مثلا تكون ماشي في الطريق واحد يجي من اللورا كيخدعك بضربه تاع موس كما في عنابه، صح؟ ممكن وعلى هكا يقول لك توصل روحك انت. لماذا ودينيا شرعا يجوز تما الانسان يجوز انت تسب المسؤول، تسب لا قلت لك واحد نقولوا كي يهضر على البلاد ولا يخون ولا كذا، يجوز انك مثلا تجي في الطريق وتعطيه بضربه. الناس اللي يعرفوا ربي مش راح يدوروا بك، بس قادر تحكي واحد. علاش الحد اللي يقام على ضعيف في الايمان تاعو وقادر كيجول ما بصح انت مثلا راني شفت مثلا انت تدعم القضيه الفلسطينيه، صح؟ ان شاء الله دائما. وهم يجاهدوا مثلا هذوك حماس حسبك انت يجاهدوا في سبيل الله. انا فلسطين بركه ان شاء الله حره، ما عندي حتى علاقه بالامور هذوما. ان شاء الله انا لا انت قلت عليا قاعدين يسفريو، الناس اللي قاعدين يسفريو، وان شاء الله يكون ربي يكون معاهم في البرد هذا وفي الامور هذوما. والامور هذيك ما نقدرش نخش فيها، انا ما عنديش فيها معلومات ولا ما نقدرش. لا عادي، درك انت قلت باللي انا قادر نتعرض لحاجه كيما مثلا حماس ينفذوا واحد الامور باش يدافعوا على القضيه تاعهم. صح.
باغ اكزومبل وانت واش تنتظر؟ هذا ميرو يعرف الدين مثلا، هذا جهاد في سبيل الله صح؟ جهاد في سبيل الله، تسمى انت حاب الناس تجاهد فيك، تسمى جهاد انت. علاش واحد كيدور على الوطن تسمى حسبك انت باللي انا راني نتامر على الوطن، انت تعرف روحك. لا لكن انت تتفق بانه حماس يجاهدوا في سبيل الله. واش داخل حماس في الامر؟ انا نحكي عليك انت. علاش انت ما تدعمش القضيه الفلسطينيه؟ قضيه انا نحكي على بلادي انه انت يزي ما تبقاش تسب فيها، ما تبقاش انه ما بينيش انا تحكي علينا. لا انت في البروفيل تاعك مداير العالم الفلسطيني ومداير هادو مثلا تاع هادو مثلا يتكلموا ممكن انه الجهاد ولا امور مثل هذه صح؟ لا نحب بلادي، نحب الفلسطين وان شاء الله ديما حره. علاش بصح ما عندك الشجاعه تبنى المواقف تاعك؟ كيما نتبنى المواقف تاعي؟ انت في البدايه هضرت على النحر تاع شوقي بن زهره، انه انسان مثلا ينحر شوقي بن زهره. لا ما قلتلكش ينحروك انا، لا ما لا تاخذك شغل المواقف. لا بلساني انا ما قلتلكش مواقف. انت كعنابي خويا، عنابه يا دوله، انت راك لي زون كل تما العنابي كل يهضروا ينحروك. لا انت انت قلت مثلا كي قلت لك باللي واحد مثلا يضرب لي قلت لك تخلصها. وتخلصها في العاميه الجزائريه معناتها تخلصها يعني. يجي نهار كي شغل يجي نهار وين انت طيح كي شغل هكا وما تلقى حتى انسان. ما تلقاش حتى السلطات مثلا في البلاد اللي راني عايش فيه. نعم ما نلقاش حتى السلطات في البلاد اللي راني عايشه فيها باش تسلكني من يدين الناس هذو اللي راح يجيو يصفوني صح؟ قادر مرض خبيث ما تقدرش حتى تتحرك. لا مع الاول ما كناش في مرض، وانا انت الصراحه انت علاش هضرت معك دقيقه، انت علاش هضرت في الموضوع هذا معك باسكو تبان في البروفيل تاعك لي زون داير القضيه الفلسطينيه وتساند في حركه حماس الاخوان المسلمين اللي راهم يدافعوا حسبك ضد اسرائيل وضد اليهود صح؟ الفلسطينيه انا ماشي مع حماس لا معهم يحزنون، انا مع القضيه. وعلاش البروفيل تاعك مداير بزاف؟ العالم بيسره مع القضيه الفلسطينيه ومع الناس اللي قاعدين يتحقروا، مع الناس اللي قاعدين وانت راك قلت لي قبيل كي قلت لك الجهاد قلت لي باللي حماس مجاهدين في سبيل الله. يا اخي انت تخلط، انا نحكي عليك دخلي في حماس انا. لا قلت لي حق اللايف راه مسجل، تحب نديروا الفار اللايف راه في اليوتيوب نقدر دوكا نرجع. دونك انت قلت بانه الجهاد هذا جهاد في سبيل الله. انا راني محترمك، انا واحد درك كيما انت مثلا يدافع على الجهاد في سبيل الله راني صراحه بالك انا ما نقدرش نقول نفس الكلام. بلادي برك انا ما تبقاش تحكي على بلادي كانسان انت وبرك يا خويا. وكيفاش نديروا الكلام تاعك على القضيه الفلسطينيه؟ واش داخل القضيه الفلسطينيه؟ انا كانسان حر انا ما نقولوش نحب. دونك انت قلت لي انا انحر وراك تدافع على حماس اللي جاهدوا، انت الجهاديين بالنسبه لك هم ناس ملاح. يا اخي كريم والخوف غير من الله يا خويا. صح المجاهد يخافوا الا ما. تفضل امير تفضل. تسمح لي ندير الدعوه شوقي بيت فيه. فازي شكرا. ميلود خويا العزيز، انت قلت هذوك القوم راهم مظلومين يعني على اساس انه تلك الارض هي للمسلمين سي صح؟ ما قصدك هذيك الارض هي للمسلمين صح؟ يا اخي كريم انتم انا قاعد نحكي هو على الجزائر. صديقي راك ما تبين ما تبهدلناش قدام الناس، ما انت مسلم ما تهضرش كونك شجاع ثاني وسالك جاوب. نحكي لك انت مش موضوع فلسطين هذا، نحكي لك انت قلتي او يحكي لك على الاراضي تاع الميرو او المغرب يدل النظام الجزائري. لا يا حبيبي دقيقه صديقي نكمل معك ميرو برك. ما ناش كاع التم. انت قلت له العالم كله راهو مع هاد الناس اللي راهم مظلومين. اسكو بون هاد الناس هادوما الذين يريدون انه تلك الارض تصبح للمسلمين، اسكو انت ترى انه تلك الارض هي للمسلمين نعم ام لا؟ سؤال بسيط هذا اللي هي بسيطه. انا نقول ميرو اكيد باسكو هو خونا راه حط القضيه الفلسطينيه وانسان مسلم ويحكي على الجهاد قبيل قال لك مجاهدين حماس. تفضل خويا جاوب. الله اعلم. ما بالكش اذا تاع المسلمين ولا تاع اليهود. الله اعلم. الله اعلم. ميرو تبدلت النبره تاعو مع الدخله لا ولا تبدلت شويه؟ تكالما برد. واش راه دير خويا العزيز؟ ولازم تفهم بك واحد الحاجه خويا، لازم كي تقول لنا مظلومين انا راني نشوف اللي يعني هذوك الناس اللي راهم التما هم الظالمين،
وانت راك تقول باللي راهم مظلومين. انا نقول لك باللي هذوك الناس اللي راهم ملتمه بمنظورك الفكري، اوكي، الذي انت ملزم به، انه هذوك الناس هم الذين استعمروا اليهود، وهذا ثابت يعني. وانت يعني تخالف هذا القول. شوقي ان شاء الله تخلصها. شوقي انت عن جوغولوت ان شاء الله ان شاء الله نخلصها بالمنطق تاعو. ما قدرش امير، ان شاء الله نخلصها بالمنطق تاع النحر. انت حابين تنحر صح يا اخي الكريم؟ ان شاء الله تخلصها طول وعرض في الدنيا والاخره. كيما يخلصوها اليهود حسبك انت ضد اليهود. ان شاء الله انت تخلصها كيما يحب ربي سبحانه. ان شاء الله كيما يحب ربي سبحانه، تسمى بالمنطق الجهادي. يا ولدي انت ما عندك حتى قد دخل في حكايات ما عندهم حتى معنى. حاب كي جول تحكم عليا دي بروف. لا ما حكمتش. باغ اكزومبل اسكو حكمت عليك باللي انا انسان اسكو حكمت؟ هل حكمت عليك بانك كنت تقول باللي حماس مجاهدين مثلا؟ ما حكمتهاش عليك. وماذا بك يا اخي الكريم ما تزيدش تحكي على بلادي. كاين انسان عيش حر. نسقسيك اللي يعتدي على بلاد الاخرين، يعتدي على بلاد الاخرين تحت، شوفوا، ليس تحت رايه وطنيه، هذا نعم ام لا؟ الله اعلم يا اخي. انا ما عندي علاش ميرو علاش راهم يكتبوا له ميلود كون راجل وكمل فيها؟ علاش راهم يكتبوا التعليق هذا؟ ما فهمتش. لانه حتى انا شوف خليته يدير ادعاء ايجابي، ما حبش درت له انا ادعاء ايجابي. قلت له ان تلك الارض هي لليهود والمسلمين، هم من استعمروا تلك الاراضي وهم الظالمين. الله اكبر. اذا اسرائيل هي اللي راهي مستضيفتهم في تلك الاراضي. ميلود انت قلت باللي ميلود انت قلت الكلام هذا باللي يعني المسلمين اللي تعداو على الارض تاع اليهود. تقدر تقول العكس ميلود. الله يرحم. شكرا والله. هبط وحده والله، ما كنت راح نهبط صراحه، راح نصوب فيها هبط وحده. شوف هذا على بالو وين رايحه الحاله، باسكو باش سورتو الجيريان ما يريبونديش على سؤال كيما هذا بما في نضي الفجر خو. صح على بالك راه ميرو لو كنت بعد تعاود تشوف الباساج راه فرق بين الدخله والخرجه. خرج صاغر. خاف ندعي للاسلام بعد كارثه بصح ميرو الجانب هذاك شويه الجانب الاخر. وش راح دير انت؟ وش راح دير؟ ما عندك ما دير. الله سبحانه وتعالى هو من قال هذا الكلام، لا يمكنك رده ولا يمكنك ان تقول انك اعلم منه.